الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم على قناه صحبه الكروشيه مع سلوى وماما. معاكم سلوى الفحام. ان شاء الله النهارده حابه نعمل مع بعض الوحده دي. الحقيقه وحده ظريفه جدا جدا. في الاساس معمول بيها الحقيقه مفرش سرير فشكله رائع. كلها بتعتمد على غرزه العمود الامامي وغرزه العمود الخلفي، وده الحقيقه اللي بيديها شكل مميز في انها بتبقى بارزه بالشكل ده. الوحده دي الحقيقه كان في بطانيه بيبي معموله بوحده مشابهه ليها جدا جدا، بس كانت تريكو. فانا حبيت اعملها لكم بالكروشيه عشان خاطر لو حد حابب يعمل بطانيه البيبي دي وينفذها تبقى سهله عليه بالكروشيه. هي الوحده دي ابعادها تقريبا كده، يعني طولها حوالي يعني 18 19 حسب طبعا الخيط اللي انت هتستخدميه. انا انصحك تشتغليها بخيط نوعا ما رفيع وخفيف عشان خاطر هي بتستهلك طبعا خيط كتير، لانها زي ما قلت لكم بتعتمد على غرزه العمود الامامي والخلفي. فعشان ما يبقاش مفرش السرير تقيل قوي، وحتى لو بطانيه بيبي يستحسن طبعا يبقى خيط قطن وبرضه يكون رفيع. بس طبعا هنا شغل الورقه هيختلف وهشرحه لك ازاي، او عدد السطور هتزيد شويه طبعا عشان يديكي شكل متناسب للورده. وان شاء الله ده انا هشرحه لك واحنا بنشرح النموذج ده. انا هنفذ معاكم النموذج ده الحقيقه بخيط، انا اسفه ان انا مش عارفه اسمه لان هو الحقيقه كان متوفر عندي بقاله مده طويله جدا. هو خفيف ورفيع وخفيف زي ما انتم شايفين كده، بس زي ما قلت لكم مش عارفه اسمه. فانت ممكن تستخدمي اي خيط زي ما قلت لك، بس يكون نوعا ما رفيع بالشكل ده. تمام. طيب نبدا كده ان شاء الله ونشوف هننفذ الورده دي ازاي. بسم الله. هنعمل الاول عقده بدايه. تمام. وبعدين هنشتغل 6 سلسله. 1 2 3 4 5 6. هنقفل بمنزلقة في أول سلسلة احنا اشتغلناها. اتكونت معانا دايرة صغننة دي اللي احنا هنشتغل جواها ان شاء الله. تمام. وهناخد زي ما متعودين خيط البداية ده معانا تحت الشغل عشان يتثبت. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنرتفع 3 سلسلة. 1 2 3. وهنشتغل جنب ال3 سلسلة دي عمود. تمام. طيب وبعدين هنعمل 3 سلسلة. هحاول بس أبين لكم الصورة. بعدين هنشتغل 3 سلسلة. 1 2 3. بعدين 3 عمود. 1 2 3. هنكرر الموضوع ده 5 مرات اللي هو ايه؟ 3 سلسلة و3 عمود. 1 2 3. 3 سلسلة. 1 2 3 و3 عمود. 1 2 3. احنا كده عملنا كام مجموعة؟ 1 2 3. هنعمل كمان مجموعتين ونرجع نشوف هنقفل السطر الأول ده ازاي. كده عملنا 5 مجموعات. 1 2 3 4 5. هكمل اول مجموعه اللي كانت عباره عن 3 عمود، 3 سلسله كاول عمود وجنبها عمود عشان تتكون المجموعه السادسه. هنكملها ازاي؟ الاول هنعمل 3 سلسله. 1 2 3. وهشتغل عمود وهقفل بمنزلقه في السلسله رقم 3. 1 2 3. يبقى كده كأن عندنا 6 مجموعات، كل مجموعه مكونه من 3 عمود. الاول بس هقطع خيط البدايه ده، خلاص احنا خدناه تحت الشغل وثبتناه تمام عشان ما يلخمناش. بس زي ما احنا شايفين كده تاني كده اتكون عندنا 6 مجموعات. 1 2 3 4 5 6. دايما بداية الشغل هيبقى من نص المجموعة اللي احنا شغالينها في الأول دي. دايما بداية والنهاية هتبقى من نص المجموعة ديت. تمام. عشان كده احنا بدأناها ب3 سلسلة وجنبها عمود، بعدين كملنا 5 عواميد 5 مجموعات ورجعنا عملنا عمود فكون ال3 عواميد. فدايما البداية زي ما قلت لكم هتبقى هنا من النص ده بالظبط. تمام. عشان بس نبقى واضحين لان دي مهمه برضه عشان شكل الوحده يكون جميل ومتناسق. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدا دلوقتي في شغل العواميد الاماميه والخلفيه. العمود الامامي الارتفاع بتاعه بيبقى ازاي؟ انا دلوقتي لو هرتفع وهشتغل عمود عادي هرتفع 3 سلسله. 1 2 3 واشتغل عادي. بس انا مش هشتغل عمود عادي، انا هشتغل عمود امامي. شرحت لكم قبل كده العمود الامامي برتفع له ازاي. هدخل كده في العمود اللي هو اللي قبليه ده على طول، او اللي انا هشتغل فوقيه، وهسحب الخيط كده وهسحبه كمان من اللفه دي، وبعدين بقى ابتدي ارتفع 3 سلسله. 1 2 3. تمام. وهنشرحها تاني ان شاء الله واحنا شغالين. يبقى احنا كده عملنا عمود امامي 3 سلسله كانهم اول عمود امامي. تمام.
العمود اللي جنبيه ده هشتغل ايه؟ هشتغل 2 عمود امامي. 1 2. تمام. وبعدين الفراغ اللي هيقابلني ده على طول هنشتغل جواه عمود، وبعدين 3 سلسلة، وبعدين عمود في الفراغ ده على طول كده. يعني انا دلوقتي هشتغل عمود عادي، 3 سلسلة، 1 2 3، وبعدين عمود. طيب المجموعة التانية دي هنشتغل فوقيها ايه؟ اول عمود ده هنشتغل فوقيه 2 عمود امامي، العمود اللي في النص هنشتغل فوقيه عمود امامي، العمود التالت هنشتغل فوقيه 2 عمود امامي. نشتغل كده 1 ادي اول عمود امامي، 2 تاني عمود امامي فوق اول عمود، العمود رقم 2 ده هنشتغل فوقيه عمود امامي 1، العمود رقم 3 هنشتغل فوقيه 2 عمود امامي، 1 2. تمام بالشكل ده. طيب الفراغ اتفقنا ده هنشتغل فيه ايه؟ هنشتغل فيه عمود عادي، 3 سلسلة، 1 2 3، وكمان عمود. اتفقنا؟ طيب هنا المجموعة رقم 2 هنشتغل في هنشتغل فوقيها ايه؟ فوق اول عمود 2 عمود امامي، العمود اللي في النص ده هنشتغل فوقيه عمود امامي 1، العمود التالت 2 عمود امامي. في الفراغ ده هنشتغل عمود عادي بلفة، 3 سلسلة، عمود بلفة. نشتغل كده ونرجع نقفل السطر التاني مع بعض ان شاء الله. وصلنا هنا المجموعه الاولى يا جماعه اللي بنقفل فيها دايما زي ما قلت لكم. هيبقى عندي العمود الاول ده احنا ما اشتغلناش فيه حاجه، فهنشتغل فوقيه 2 عمود امامي بالشكل ده. اسحب كده واقفل اول 2 واقفل تاني 2، ادي اول عمود امامي، عمود امامي كمان. تمام. طيب وهنقفل بمنزلقه في السلسله رقم 3 من اول 3 سلاسل اعتبرناهم ايه؟ اول عمود امامي اللي في النص بالشكل ده. يبقى المجموعة اللي الأولى اللي بنبدأ بيها وبننهي فيها برضو عملنا فوق أول عمود 2 عمود أمامي، وفي النص ده 3 سلاسل اللي اعتبرناهم عمود أمامي، وهنا كنا عاملين 2 عمود أمامي. تمام. طيب كده السطر الأول والتاني تمام. السطر التالت هنعمل إيه؟ هنرتفع 3 سلسلة كعمود أمامي. اتفقنا ارتفاع العمود الأمامي بيبقى عامل إزاي؟ هدخل كده من ورا سلاسل الارتفاع بتاعة السطر اللي قبليه، واسحب الخيط هنا، واسحبه كمان من اللفه اللي على الابره، وبعدين ابتدي بقى ارتفع 3 سلسله. تمام. طيب هيقابلني ايه دلوقتي؟ هيقابلني 2 عمود امامي، هشتغل فوق اول عمود ده عمود امامي. تمام. وبعدين العمود التاني هشتغل فوقيه 2 عمود امامي، 1 2. طيب في الفراغ هنا هيقابلني عمود 3 سلسلة عمود. اوكي. فوق العمود الاول ده هنشتغل عمود خلفي. العمود الخلفي بنشتغله ازاي؟ هلف كده من ورا العمود بالشكل ده، واسحب الخيط واشتغل العمود بتاعي عادي. وبعدين في الفراغ ده هنشتغل عمود عادي بلفة، 3 سلسلة، وبعدين عمود كمان جوه الفراغ نفسه. طيب هيقابلني بعد كده ايه؟ العمود اللي هو التاني اللي احنا كنا عاملينه جوه الفراغ برضه، هنشتغل فوقيه عمود خلفي. هلف كده وادخل من ورا العمود بالشكل ده، واسحب الخيط، يبقى عندي 3 لفات، هقفل 2 وبعدين 2. تمام. طيب بعد كده هنخش على المجموعة رقم 2. بقى فيها ايه؟ بقى فيها 2 عمود امامي، عمود امامي، 2 عمود امامي، يعني فيها 5 عمود امامي اهو. واضح؟ فوق اول عمود هنشتغل 2 عمود امامي، وبعدين فوق الثلاث عواميد اللي بعديها على طول هنشتغل فوق كل واحد فيهم عمود امامي، وفي اخر عمود ده هنشتغل فوقيه 2 عمود امامي. تمام. طيب نشتغل كده، ادي اول عمود اهو، هنشتغل فوقيه 2 عمود امامي، 1 2. بعدين هيقابلني 1 2 3، هنشتغل فوق كل واحد فيهم عمود امامي 1 1 2 3. بعدين هيقابلني اخر عمود في المجموعة اللي هو ده، هنشتغل فوقيه 2 عمود امامي، 1
اتنين. وبعدين هيبني دلوقتي الفراغ ده اللي هو فيه عمود 3 سلسلة عمود، زي ما اتفقنا هنشتغل فوق اول عمود ده عمود خلفي، وجوه الفراغ ده هنشتغل عمود بلفة 3 سلسلة عمود بلفة، فوق العمود ده هنشتغل عمود خلفي. نعمله تاني مع بعض اهو. نعمل فوق العمود العادي ده اللي في الفراغ هنعمل عمود خلفي، وبعدين جوه الفراغ نفسه هنشتغل عمود بلفة 3 سلسلة عمود بلفة، وبعدين العمود ده اهو هنشتغل فوقيه عمود خلفي بالشكل ده. وصلنا للمجموعة رقم 3 مكونة من كام عمود يا جماعة؟ مكونة من 5 عمود أمامي. هنشتغل فوق أول عمود 2 عمود أمامي، وبعدين نشتغل 3 عمود أمامي جنب بعض، وفي آخر عمود ده هنشتغل 2 عمود أمامي. تمام. ونكرر بقى كده نهاية السطر إن شاء الله. وصلنا كده للمجموعة الأولى اللي بنهي عندها دايما. هيقابلنا إيه دلوقتي؟ هيقابلنا 2 عمود أمامي. أوكي. فوق أول عمود أمامي هنشتغل 2 عمود أمامي، وفوق العمود اللي بعديه هنشتغل عمود أمامي واحد بس. نشتغل كده مع بعض. فأول عمود أمامي ده هشتغل فوقيه 2 عمود أمامي واحد، واحد اتنين. بعدين العمود اللي جنبيه ده هنشتغل فوقيه 1 عمود أمامي. بعدين هنقفل بمنزلقة في السلسلة رقم 3 من 3 سلاسل ارتفاع اللي بعتبرها دايما عمود أمامي. شايفين يا جماعة؟ كده كل مجموعة كل سطر ايه اللي بيحصل؟ في الأول كان عندي 3 عمود، وبعدين السطر اللي بعديه بقوم 5، 1 2 3 4 5. السطر اللي بعديه بقوم 7، 1 2 3 4 5 6 7. كل ما بشتغل فوق اول عمود امامي 2 عمود امامي، فوق اول عمود واخر عمود، فبالتالي كل سطر بيزيد 2 عمود امامي. لو سمينا دي كده ورقه، يبقى كل سطر كل ورقه بتزيد. يعني كانت 3 5 7 هتبقى 9 هتبقى 11 هتبقى 13 وهكذا، لان احنا كل سطر بنزود فوق اول عمود امامي واخر عمود امامي، بعمل فوقيه 2 عمود امامي فوق كل واحد فيهم، والعواميد الاماميه اللي بينهم بنشتغل فوق كل واحد فيهم عمود امامي. انا بس بوصل لكم الفكره، لان احنا هنفضل ماشيين كده على طول. بالنسبه للفراغ، الاول كان عندنا 2 عمود، وبعدين في السطر اللي بعديه اشتغلنا فوق اول عمود عمود خلفي، وفوق العمود ده عمود خلفي، وفي النص بنعمل عمود 3 سلسله عمود. السطر اللي بعد كده هيبقى عندنا 2 عمود خلفي، العمود الخلفي الاولاني ده اللي احنا اشتغلناه، وده كمان هنشتغل فوقيه عمود خلفي، وفي الفراغ هنعمل عمود 3 سلسله عمود و2 عمود خلفي. ده التسلسل اللي همشي بيه على طول بقى، مش على طول يعني لغايه ما الورده نوصل للمنتصف بتاعها بالظبط هنا، وبعدين نبدا نعمل الجزء الثاني بقى من الشغل الوحده. اوكي. طيب نعمل برضو السطر اللي جاي ده مع بعض. السطر اللي جاي ده هو السطر الرابع. هنعمل ايه؟ هنرتفع برضو 3 سلسله كاول عمود امامي. احنا بنعمله ازاي؟ اتفقنا هندخل كده نسحب الخيط من هنا، ونسحبه كمان من اللفه اللي على الابره، وبعدين نبتدي نرتفع بقى 3 سلسله 1 2 3. تمام. طيب كده قدامنا ايه؟ قدامنا 1 2 3 3 عمود امامي. اتفقت معاكم هنشتغل ايه؟ هنشتغل عمود امامي عمود امامي، وفي اخر عمود ده هنعمل 2 عمود امامي. نشتغل مع بعض كده. عمود اهو امامي، وكمان عمود امامي، بعدين فوق اخر عمود امامي في المجموعة دي هنشتغل 2 عمود امامي. 1 2. وبعدين هيقابلنا ايه دلوقتي؟ هيقابلنا عمود خلفي كنا عاملينه. اوكي. وبعدين العمود العادي ده هنشتغل فيهم هو كل واحد فيهم عمود خلفي. تمام اهو. ادي العمود الخلفي رقم 1، وفوق العمود العادي ده هنشتغل عمود خلفي. وبعدين الفراغ اللي جاي ده هنشتغل زي كل مرة عمود بلفة 3 سلسلة عمود بلفة، ونرجع نكرر تاني 2 عمود خلفي جنب بعض. 1 2. المجموعة اللي جاية التانية دي هيبقى مكونة من كام عمود أمامي؟ نعد مع بعض. 2 3 4 5 6 7. اوكي.
هنشتغل فوق اول واحد واخر واحد 2 عمود امامي، وفي اللي في النص كلهم هنشتغل فوق كل واحد فيهم عمود امامي. تمام. وبعدين هنيجي هنا هنلاقي عمودين اهم، واحد خلفي وواحد عادي، واحد عادي وواحد خلفي. فوق الاتنين دول هنشتغل 2 عمود خلفي، في الفراغ هنشتغل عمود بلفه، 3 سلسله عمود بلفه، وبعدين 2 عمود خلفي. تمام. نشتغل مع بعض المجموعه التانية. احنا قلنا ادي اول عمود امامي هنشتغل فوقيه 2 عمود امامي، واحد، اتنين، بعدين واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. بعدين آخر عمود أمامي هنشتغل فوقيه 2 عمود أمامي، واحد، اتنين. وبعدين العواميد اللي جوه الفراغ دي هنشتغل فوق العمود الخلفي عمود خلفي، فوق العمود اللي بلفة ده هنشتغل عمود خلفي برضه، جوه الفراغ هنشتغل عمود بلفة، 3 سلسلة عمود بلفة، وبعدين عمود خلفي فوق العمود العادي اللي كان في السطر اللي قبل كده، وبعدين عمود خلفي فوق العمود الخلفي اللي كنا عاملينه برضه السطر اللي قبل كده، وهكذا. كده المجموعة دي بقى فيها كام عمود أمامي؟ بقى فيها 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوكي. وهنا لا، كل مادة العواميد الخلفية هتزيد. كان الأول عمود عادي، بقى عمود خلفي جنبيه عمود عادي، بقى 2 خلفي جنبيهم واحد عادي، وهكذا. ده اللي هيحصل يا جماعة كل سطر. تمام. هكمل برضو السطر ده ونرجع نقفل سوا ونقول ونشوف بقى هنكرر ازاي الموضوع ده وكم سطر هنكرر. وصلنا يا جماعة للمجموعة اللي بنقفل بيها دايما السطر، المجموعة الأولى. هنلاقي عندنا هنا 3 عمود أمامي، 1 2 3. اوكي. هنشتغل فوق أول عمود أمامي 2 عمود أمامي. تمام. 1 2. بعدين الاتنين عمود أمامي اللي جنبه هنشتغل فوق كل واحد فيهم عمود أمامي واحد. هنقفل السطر زي ما متعودين كل مرة بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 من أول 3 سلاسل اعتبرتهم عمود أمامي. كده المجموعة دي كمان بقت تمام، قفلناها. بقت مكونة كده من كام عمود أمامي؟ نعد مع بعض: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوكي. وبعدين الفراغ ده بقى فيه ايه؟ بقى فيه 3 عمود خلفي، 1 2 1 2، والعمود ده اللي هنشتغله دلوقتي عمود خلفي هيبقوا 3، وبعدين 1 2 3. الورقة اللي بعد كده او المجموعة التانية هنلاقيها برضو بقت فيها 9 عواميد أمامية: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى دي طريقة الشغل يا جماعة للوحدة دي. كل سطر العواميد الأمامية هتزيد، وكمان العواميد الخلفية هتزيد لغاية ما هنوصل يبقوا 13 عمود أمامي. يعني احنا دلوقتي السطر اللي جاي ده هنشتغل ازاي؟ السطر الخامس هنرتفع 3 سلسلة كأول عمود أمامي أو كعمود أمامي اللي في نص المجموعة الأولى. زي ما قلنا بنعمل كده، ونسحب الخيط من هنا ونسحبه كمان من اللفة اللي على الإبرة كده، وبعدين نبتدي نرتفع 3 سلسلة. ادي كده عمود أمامي. هنقابل ايه دلوقتي؟ هنقابل 1 2 3 4 عمود أمامي. هنشتغل 1 2 3، وفي آخر واحد ده هنشتغل 2 عمود أمامي. اوكي. طيب وبعدين هنشتغل 3 عمود خلفي، 1 2 3، وفي الفراغ ده هنشتغل عمود عادي بلفة، 3 سلسلة عمود بلفة، وبعدين 3 عمود خلفي. وبعدين هنلاقي المجموعة التانية هنشتغل فوق أول عمود أمامي وآخر عمود أمامي 2 عمود أمامي، واللي في النص دول كلهم هنشتغل فوق كل واحد فيهم عمود أمامي، ونقفل السطر زي ما قفلناه السطر اللي قبليه. تمام. نشتغل كمان سطرين بهذا الشكل على أساس نوصل لأن المجموعة يكون فيها كام؟ يكون فيها 13 عمود أمامي. كده دول 9، السطر الجاي هيبقوا 11 وسطر كمان وهيبقوا 13. اوكي. نشتغل سطرين كمان ونرجع نكمل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم تاني بعد ما عملنا السطرين اللي احنا قلنا عليهم. يعني احنا دلوقتي في السطر رقم 7.
السطر رقم 6 انتهى، وكل مجموعة فيها كده كام عمود أمامي؟ نعد مع بعض أهو: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. اوكي، فكل مجموعة من الست مجموعات دول هنلاقي عدد العواميد الأمامية فيه 13 عمود، ولازم نعد طبعا عشان نتأكد. بصوا هتلاقوا شكلها عامل كده، ما تقلقوش خالص. والعواميد الخلفية هنلاقيها كام عمود خلفي؟ هنلاقي 1 2 3 4 5. يعني العمود اللي باللفة ده اللي هو جوه الفراغ هيتعمل عمود خلفي في السطر الجاي ان شاء الله، فهيبقوا 5. 1 2 3 4 والعمود اللي باللفة ده. تمام. ده الشكل بعد السطر رقم 6. اوكي. هنبدأ بعد كده بقى الجزء التاني من الورقة، اللي هو احنا وصلنا لغاية هنا كده تقريبا المنتصف بالظبط. هنبتدي بقى نعمل تناقص، بدل ما كنا كل عمود امامي في الاول وفي الاخر في كل مجموعة بنعمل 2 عمود امامي، هنبدأ عملية تناقص. يعني اول عمودين واخر عمودين هنعمل فيهم تناقص عشان شكل الورقة ياخد الشكل ده. تمام. فكل سطر بعد كده هنلاقي ان عدد العواميد الامامية هيقل عمودين، كل سطر هيقل عمودين، وعدد العواميد الخلفية هيزيد عمود او عمودين، عمود من الناحية دي وعمود من الناحية دي. طب نشوف ازاي كده. هنبدأ برضو من المجموعة اللي بنبدأ بيها دايما اللي هي هنا. تمام. طيب احنا قلنا دلوقتي عندنا 13 عمود امامي. هنشتغل ايه؟ هنرتفع 3 سلسلة كأول عمود امامي زي ما شرحت لكم قبل كده. وعايزه اقول لكم، شايفين بقى انتوا كده لو بصيتوا على المجموعة دي اللي هي بنبدأ وبننتهي دايما في نصها، مش هتلاحظوا خالص بداية ونهاية السطر فين. وده اللي انا بقول لكم عليه، اللي هو دايما في بدايه العمود الامامي او الارتفاع للعمود الامامي بيبقى مختلف شويه. ما بعملش 3 سلاسل على طول، لا، بدخل كده من زي ما قلت لكم اهو، كاني بعمل عمود امامي بالظبط كده اهو، واسحب من هنا واسحب من هنا كمان، وبعدين ابتدي ارتفع بقى 3 سلسله. وده بقى اللي بيخلي الشكل كده ما يبانش ان فيه بدايه ونهايه للسطر. شايفين؟ تمام. ده الهدف الحقيقه من الفكره دي بتاعت بدايه العمود الامامي او الارتفاع للعمود الامامي. والخلفي بيبقى نفس الطريقه بس طبعا من ورا العمود. طيب احنا دلوقتي اتفقنا اهو 3 سلسله كعمود امامي اللي هو في المنتصف اللي دايما بنبدا وننتهي فيه. هنلاقي دلوقتي كام عمود امامي جنبنا؟ 1 2 3 4 5 6. اوكي. هنشتغل 4. هنشتغل 4 عمود امامي. 1 2 3 4. وبعدين هنلاقي دلوقتي اخر 2 عمود امامي اهم. هنعمل فيهم تناقص. تناقص يعني ايه؟ تناقص يعني هخليهم عمود امامي واحد بس. ازاي؟ هعمل اول عمود امامي بس هقفل قفله واحده بس، مش هقفل القفله التانية دي. وبعدين هلف لفه واعمل العمود الامامي التاني وبرضه اقفل قفله واحده بس. هيبقى عندي 3 لفات على الابره هقفلهم التلاتة مع بعض. كده الاتنين عمود امامي بقوا مع عمود واحد. اوكي. طيب ونكمل. هنا عندنا 1 2 3 4 4 عمود خلفي، والعمود بلفه ده هنشتغل فوقيهم كلهم، كل واحد فوقيه عمود خلفي. 1 2 3 4. والعمود اللي دايما بعمله في الفراغ بشتغله هو كمان عمود خلفي. وبعدين جوه الفراغ بشتغل عمود بلفه، 3 سلسله، عمود بلفه، ونرجع نشتغل عواميد خلفيه فوق العواميد اللي جايه دي كلها. 1 2 3 4 5. المجموعة دي بقى نشتغل فيها ايه؟ احنا قلنا هي مكونة من 13 عمود امامي. اول 2 عمود امامي هعمل فيهم تناقص، يعني هقفل قفلة واحدة اهو، والعمود الامامي التاني برضه هقفل قفلة واحدة كده، وبعدين في 3 لفات على الابرة هقفلهم مع بعض. كده الاتنين عمود امامي الاولانيين بقوا مع عمود واحد. وبعدين هشتغل عادي فوق كل عمود امامي عمود امامي لغاية ما اوصل لاخر 2 عمود امامي في المجموعة، هعمل فيهم تناقص. خلي بالنا.
نشوف كده فاضل كام عمود امامي. لسه فاضل 3. هنشتغل عمود امامي فوق العمود الامامي اللي جاي ده، وبعدين اخر 2 عمود امامي هنعمل فيهم تناقص كالاتي. ادي اول عمود امامي هشتغل فوقيه عمود امامي بس هقفل قفله واحده بس، هيبقى لفتين على الابره. وبعدين العمود الامامي الاخير هقفل منه برضه قفله واحده بس، يبقى 3 لفات هقفلهم كلهم. كده المجموعه دي بدل ما هي كانت 13 عمود هيبقوا كام؟ نعد كده: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، بقوا 11 عمود. اوكي، هنفضل برضه السطر كله هنشتغله بهذا الشكل. هنا العواميد الخلفيه دي 1 2 3 4، والعمود بلفه دول كلهم هنشتغل فوقيهم عواميد خلفيه، وفي الفراغ عمود بلفه 3 سلسله عمود بلفه، وبعدين كل ده هنشتغل فوقيه عواميد خلفيه. هنيجي هنا هنلاقي 13 عمود امامي، هنعمل تناقص في اول 2 وتناقص في اخر 2، وكل دي هنشتغل فوق كل واحد فيهم عمود امامي. في النهايه هيبقى عندي 11 عمود امامي، وهكذا نكمل السطر ده كله ونرجع نقفله سوا ان شاء الله. وصلنا للمجموعه الاخيره. هنعمل تناقص في اول 2 عمود امامي بالشكل ده، بنقفل قفله واحده، نشتغل العمود الامامي التاني، نقفل قفله واحده، وبعدين في 3 لفات كده على الابره هنقفلهم ال3 مع بعض. وبعدين هنشتغل العواميد الاماميه اللي جنبيه عادي خالص لغايه ما نوصل للعمود الامامي اللي في المنتصف، هنقفل فيه بغرزه منزلقه في السلسله رقم 3 بالشكل ده. تمام، ادي السلسله اهي الثالثه من اول 3 سلاسل ارتفاع، نقفل بغرزه منزلقه بالشكل ده. طيب كده بقى الورقه عندنا شايفين بقى شكلها عامل ازاي. هنبدا بقى هتبدا تتناقص بقى كده. كانوا 13 كده، لو عدينا كل مجموعه هيبقى فيها كام عمود امامي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اوكي، وكل سطر هيقل 2 عمود، واحد من هنا وواحد من هنا، يعني السطر الجاي ان شاء الله هيبقوا 9 7 5 3. وكل ما برضو كل سطر العواميد الخلفيه هتزيد عمودين، عمود من الناحيه دي وعمود من الناحيه دي. اوكي، يعني انا دلوقتي عشان ابدا السطر رقم 8 هنرتفع 3 سلسله كعمود امامي بالشكل ده، 1 2 3. وبعدين هنلاقي كام عمود امامي جنبنا هنا؟ 1 2 3 4، وده 5 اللي هو كان فيه ايه؟ التناقص، او اللي عملنا من خلاله التناقص. هنشتغل 1 2 3 ودول هنعمل فيهم تناقص. تمام بالشكل ده، 1 2 3. هيبقى عندنا العمودين دول هنعمل فيهم تناقص، بنشتغل كده بنقفل قفله واحده. العمود التاني هنقفل قفله واحده، يبقوا 3 لفات هنقفلهم 3 مع بعض. وبعدين هيقابلنا هنا كام عمود خلفي؟ 1 2 3 4 5 6، والعمود بلفه ده 1 2 3 4 5 6، والعمود بلفه، يعني هنشتغل دول كلهم عواميد خلفيه، هيبقى عندي 6 عمود خلفي. اوكي، وبعدين في الفراغ هنا هعمل عمود بلفه 3 سلسله عمود بلفه، واشتغل كل ده عمود خلفي. هنرجع هنا في المجموعه هنعمل تناقص في اول عمودين اماميين، وتناقص في اخر عمودين اماميين، وفي النص دول كلهم كل عمود امامي هشتغل فوقيه عمود امامي، وهكذا. السطر ده هيتكرر معايا لغايه ما اوصل ان العواميد الاماميه اللي هنا يبقوا 3 عواميد فقط. تمام، نرجع ان شاء الله نكمل. كده وصلنا للسطر رقم 11. بقى عندنا في كل مجموعه 3 عمود اهو، 3 عمود امامي، 1 2 3 في كل مجموعه. طيب هنعمل ايه بقى السطر ده؟ هنشوف كده. هنرتفع برضو 3 سلسله زي ما اتعودنا كل مره. طيب معلش، عشان الفتله بس كذا فتله اظبطها. طيب بسم الله. تمام كده. هنعمل ايه؟ هنرتفع 3 سلسله كعمود امامي زي ما متعودين كل مره. هندخل كده اهو، نسحب الخيط من هنا، من هنا كمان 3، وبعدين نرتفع 3 سلسله، ونشتغل فوق العمود الامامي ده عمود امامي. تمام. طيب وبعدين هيبان دلوقتي العواميد الخلفيه دي كلها هنشتغل فوق كل عمود خلفي عمود خلفي، وفي الفراغ هنا هنشتغل 1 عمود 3 سلسله 1 عمود. تمام،
فوق كل عمود خلفي هنشتغل عمود خلفي. نكمل كده عواميد خلفية، وفي الفراغ زي ما متعودين عمود بلفة، 3 سلسلة عمود بلفة، ونرجع هنا برضو نشتغل عواميد خلفية لغاية ما نوصل هنا ونشوف هنعمل ايه. وصلنا هنا كده للمجموعة دي، هنلاقي زي ما قلت لكم 3 عمود. هنعمل تناقص في ال3 عمود دول مرة واحدة. ازاي؟ يعني ادي اول عمود امامي، هنشتغل عمود امامي وهنقفل قفلة واحدة بس، ونخلي لفتين على الابرة. اوكي، هنلف لفة، والعمود الامامي التاني هنشتغل عمود امامي وهنقفل قفلة واحدة بس برضو، كده يبقوا 3 لفات على الابره. اوكي، هنلف لفه، وفوق العمود الامامي الثالث هنشتغل عمود امامي ونقفل برضو قفله واحده، كده يبقوا 4 لفات على الابره. هلف الخيط واسحب الاربعه مع بعض كده. شايفين بقت عامله ازاي؟ ال3 عمود امامي بقوا مع عمود واحد امامي. تمام، وده اللي هكرره في كل مجموعه عشان نقفلها بالشكل ده. هنشتغل هنا العواميد الخلفيه عادي، هنا اهو عمود بلفه، 3 سلسله عمود بلفه، عواميد خلفيه، ونرجع هنا في ال3 عمود دول هنشتغل زي ما عملنا هنا، هناخدهم ال3 مع بعض تناقص. تمام، نكمل السطر ده ونرجع نقفله سوا ان شاء الله. كده وصلنا للمجموعه الاخيره. هنعملها ازاي بقى؟ عندنا هنا العمود الامامي الاولاني، هندخل كده ونعمل عمود امامي بس هنقفل قفله واحده زي ما متعودين. اوكي، وبعدين هندخل في السلسله الثالثه من الثلاث سلاسل الارتفاع ونسحب الخيط كده. وبعدين العمود الامامي دوت اللي احنا كنا عاملينه في الاول، نسحب الخيط كده، يبقى عندي 4 لفات على الابره، هسحبهم كلهم كده مره واحده، كده يبقى تمام، قفلنا المجموعه الاخيره. شايفين كده بقى الوحده بقى شكلها عامل ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده بدأناها ووصلنا لغاية 13 عمود أمامي، وابتدينا بعد كده نعمل تناقص فبقت بالشكل ده. فاضل عندنا ان احنا نعمل بس إطار خارجي كده من غرزة العواميد زي كده عشان نقدر نشبكها بسهولة. يعني لو حبينا نشبكها في أي وحدة تانية يبقى سهل ان احنا نشبكها. اوكي، ده اللي فاضل عندنا. زي ما قلت لك هي سهله جدا، و يعني طريقه الارتفاع للعمود الامامي يا ريت تخلي بالك منها. وزي ما قلت لك برضو تناسق الشغل فيها، يعني هو نفس الطريقه هنا، نفس الشغل لغايه السطر دوت اللي هو بيبقى 13 عمود امامي، وبعدين بنبدا تناقص 2 عمود امامي من هنا و2 عمود امامي من هنا لغايه ما بنوصل ل3 عمود امامي. بنقفلهم كده او بنعملهم تناقص هما الثلاثه فبيبقوا خلاص عمود واحد بالشكل ده. طيب كده فاضل عندنا بس زي ما قلت لك نعمل اطار خارجي من غرزة العمود عشان خاطر لو حبينا نشبكها ان شاء الله. نشوف كده هنعمله ازاي باذن الله. دلوقتي يا جماعه نشتغل عواميد عشان خاطر كمان نشبك من خلال العواميد اللي احنا هنعملها دي. انا هرتفع 3 سلسله، 1 2 3، وهعمل كمان سلسله مسافه بين كل عمودين. هسيب غرزه واشتغل في الغرزه اللي بعدها فوقيها عمود، هعمل سلسله واسيب غرزه واللي في بعدها هشتغل عمود، هعمل سلسلة اسيب غرزة اللي بعدها عمود، وهكذا سلسلة سلسلة اسيب غرزة واللي بعدها عمود. جيت هنا في الزاوية هشتغل اول سلسلة في الزاوية دي، المفروض هشتغل عمود 3 سلسلة عمود. اوكي، فانا هشتغل اول عمود وهعمل سلسلة واحدة، وبعدين هجيب الوحدة اللي انا عايزة اشبك فيها اهي واحطها كده مقابلة للوحدة اللي انا شغالة فيها دي. تمام، طيب وبعدين احنا اشتغلنا عمود سلسلة. اوكي، هاجي هنا في الفراغ المقابل ده واشتغل غرزة حشو، وبعدين اكمل السلسله الثالثه واشتغل العمود بتاعي جوه الفراغ ده. تمام، طيب المفروض ان انا هعمل سلسله وبعدين اشتغل عمود فوق العمود ده. اوكي، قبل ما اعمل سلسله هروح على الفراغ ده المقابل ليه واعمل منزلقه، وبعدين اعمل السلسله بتاعتي، وبعدين اجي هنا اشتغل عمود. تمام، طيب المفروض ان انا هعمل سلسله واسيب غرزه واعمل عمود. قبل ما اعمل الحكايه دي هروح في الفراغ المقابل اعمل منزلقه، وبعدين اعمل السلسله بتاعتي واشتغل عمود، اسيب غرزه اهو، هسيب غرزه اهي، وفي الغرزه اللي بعدها هشتغل عمود تاني. قبل ما اعمل سلسله هروح للفراغ المقابل ليها اللي هو ده واعمل منزلقه، وبعدين اعمل السلسله بتاعتي، وبعدين الف الخيط واعمل اسيب غرزه، والغرزه اللي بعدها هشتغل عمود بالشكل ده كده. تاني هروح هنا الفراغ المقابل اهو اعمل منزلقه، تمام، وبعدين اعمل السلسله بتاعتي، وبعدين هاجي هنا
هسيب غرزة والغرزة اللي بعدها اشتغل عمود، وهكذا. هاجي هنا في الفراغ ده اعمل منزلقة، وبعدين سلسلة، وبعدين هاجي هنا اسيب غرزة في اللي بعدها اشتغل عمود، وهكذا اهو. هاجي هنا اعمل منزلقة وبعدين سلسلة، هاجي هنا هسيب غرزة في اللي بعدها اشتغل عمود، وهكذا. احاول اشتغل قدامكم بس كده. سلسلة، اسيب غرزة في اللي بعدها اشتغل عمود، اروح هنا في الفراغ المقابل اشتغل منزلقة، سلسلة، هاجي هنا هسيب غرزة وبعدين اعمل عمود، بعدين هروح هنا في الفراغ المقابل منزلقة، اعمل سلسلة، اجي هنا اسيب غرزة وبعدين اعمل عمود، بعدين هنا منزلقة وبعدين سلسلة، اسيب غرزة وهنا هعمل عمود، بعدين هاجي هنا هعمل منزلقة بعدين سلسلة، هسيب غرزة، بعدين هنا هعمل عمود، بعدين هاجي هنا اعمل منزلقة، بعدين اعمل سلسلة، وهاجي هنا هشتغل عمود، بعدين سلسلة، بعدين هاجي في الفراغ ده هعمل غرزة حشو، بعدين اعمل السلسلة الثالثة، وبعدين جوه الفراغ ده هكمل العمود التاني، وابتدي اكمل الوحدة بتاعتي بقى عادي. سلسلة، هنا عمود، سلسلة، اسيب غرزة في اللي بعدها عمود، سلسلة، اسيب غرزة في اللي بعدها عمود، وهكذا. احنا كده شبكنا الوحدتين دول ببعض. شايفين ده شكل التشبيك يا جماعة؟ بيبقى كده. طبعا صعب جدا الواحد يعمل وحدة ويقفلها ويعمل الوحدة اللي بعدها ويقفلها وبعدين يبتدي يشبك، طبعا ده مش ظريف. افضل حاجة انك بتشتغلي الوحدة الاولى بتكمليها كلها اوكي، اي وحدة بعد كده بتشبكيها من خلال السطر الاخير اللي احنا بنشتغله ده اللي هو العواميد ده. شايفين قد ايه بيبقى شكله ظريف، وبدل ما نقطع الخيط ونرجع نلضمه تاني، فالتشبيك بيبقى بالشكل ده. طبعا في وحدة تتشبك من جهة واحدة وبعدين هنكملها عادي بقى كده كده، يعني هنشتغل بقى بقية الشغل بتاعها كده لغاية ما نوصل هنا ونقفل اوكي. في وحدة هنشتغلها زي ما قلت لك هنشبك من ناحية واحدة، في وحدة تتشبك من ناحيتين. يعني لو شرحت لكم التشبيك هنا بيبقى ازاي، على افتراض ان هو هي دي الوحدات اهي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، دي اول وحدة هشتغل حواليها كلها عواميد. هنيجي عند الوحدة التانية هنشبكها في الوحدة الاولى عن طريق ايه، جانب واحد من هنا كده. هنيجي عند الوحدة التالتة برضه هتشبك من ناحية واحدة، الوحدة الرابعة هتتشبك من ناحيتين، الخامسة هتتشبك من 3 جهات، الستة من جهتين، السبعة هتتشبك من جهة واحدة من هنا اوكي، التامنة هتتشبك من 3 جهات 1 2 3، التاسعة من 3 جهات 1 2 3، وهكذا. دي طريقة التشبيك واحنا شغالين اخر سطر بنشبك. هنا احنا شبكنا دي الوحدة الاولى، دي الوحدة التانية بتتشبك من ناحية واحدة بس، خلاص شبكناها بالشكل ده. نبتدي بقى نكمل بقية العواميد هنا كده في الجوانب اوكي، عمود سلسلة ونسيب غرزة ونشتغل عمود وهكذا لغاية ما نوصل لهنا ونقفل، يبقى كده تمام. ونبتدي بقى نشتغل وحدات تانية ونشبكها. عايزه اقول لك الوحده دي ظريفه جدا وشكلها جميل جدا جدا. انت ممكن اصلا تعملي وحده وتستخدميها كديكور للبيت، يعني تعملي هنا غرزه مروحه وتستخدميها كديكور للبيت، هتبقى حلوه قوي قوي. اتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم وتكون طريقه التشبيك سهله وبسيطه. طبعا طرق التشبيك كتيره جدا جدا ومختلفه، بس انا لقيت دي طريقه سهله وبسيطه وبتدي شكل ظريف. يعني الفواصل دي هتبين الوحده اكتر فهتخليها شكلها ظريف ومتماشيه مع الفتحات اللي موجوده هنا في كل وحده. اتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم، واتمنى يكون شرحي ليها واضح وتكون مفيده بالنسبه لكم باذن الله.
نتقابل دايما على خير في فيديوهات جاية كتير بإذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.